الاتحاد يقدم اعتذاره، وعندي رساله بعث لي اياها السيد محمد هيكل عن طريق السيد سلمان عبد الله، يقول كان حاجز علي عدنان من ساو باولو لبغداد، لكن هو قرر انه يروح الى انطاليا، ذلك صار هاي طبيعي يعني طبيعي امر طبيعي. الرسالتين مهمه، والاتحاد كره القدم على يسار رئيسه يعلن اعتذاره للجمهور يعني اذا صلح الحجز ماله يرجع المنتخب. كابتن هو كان مشخص قضيه، يقول لك انتم تنتقدون ما تعرفون شكو. هذا اللي كانت حازبنا. يا اخي انتقد هو بشخصك بالذات، انت تنتقد. لا مو بشخص بالذات، هو يحكي على الان على الجمهور للسب، هو ما قال يعني بعدين تكلمت ويانا قال انت انتقدتني، انا انتقدته، هو قال ضمنيا قال انا العب غير مركزي، وانا قلت انت ما تصلح شبو يسار منا ليوم الدين. ب 3-5-2 اي ب 3-5-2 لاعب جيد، ب 3-5-2 لاعب لان هو لعبته ويا تونسي. الدنمارك لعب احسن لاعب. اقول لك يا اخي ليش اقول لك ليش لعب زين؟ 3-5-2 يقدر يلعب، بالأربعة 4-5-1 ما يقدر. شوفوا يسار لاعبينا ما يتحملون النقد دكتور؟ لا والله يتحملون، ليش ما يتحملون؟ لكن بعض الاحيان بعض اللاعبين ما يتحملون نقد، بشكل حمادي ما تحمل. هي مو نقد ترى، يونس ما نقد، يعني ما نقد بالاسم عام تكلم، بالعكس شجعهم. ولا علي عدنان اللي احنا نعرف كل مره عندنا نقد، لكن مو معناته انا بطل.